شوية شوربة كريمة، خد شوية زيت، خد بالك معايا. شوية زبدة يا جدعان، شوية زبدة يا باشا اهي. ننزل بقى بايه؟ بالمشروم، واخد بالك معايا. نقلب بقى ايه المشروم في قلب الزبدة. عارفين احنا بنعمل ايه ولا مش عارفين؟ يلا اشوف بقى هنا في البهاريز اللي نزلت دي. ننزل ايه؟ شوية دقيق حلوين، واخد بالك. ونقلب بقى الدقيق ايه في هذه البهاريز الجميلة. نتأكد كمان ان الدقيق داب خالص. زي الفل. ونقلب بقى عليه المشروم. شوية ايه توم مفرومين برضه. بص يا باشا، عايزين مكعبين مرقة، او لو عندكم شوربة يبقى احلى. مكعبين مرقة اهو، وننزل بالمية المغلية. اوبا ايه ده؟ ايوه حلو اوي كده. كمية بسيطة، يعني كمية بسيطة جدا 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 اهو. نشغل بس ايه الدقيق بالمية دي. ندي بقى ايه ملح، واخد بالك، فلفل اسود وهو الاهم بالنسبة لي في هذه الوصفة، وهو برضو من الحاجات المهمة جدا الزعتر. حلو الكلام. وانا بالنسبة لي بقى بحب اديها سنة شطة. عسل كده. حان وقت الكريمة. بس هزود عشان بحط بايد واحدة. يا نهار ازرق. بس يا باشا، وابدأ بقى اقلب، واخد بالك، لحد ما تتقل وتبقى زي الفل. شوربة كريمة مشروم عظيمة. بص الجمال. نديها بقى ايه شوية بقدونس، واخد بالك معايا. ده بيقلب الدنيا بقى البقدونس اللي في الاخر ده. عسل عسل يا باشا. الله. سيدي الليمون اللي مفيش شوربة تنفع من غيره. بص الجمال، بص الجمال والقوام، مفيش أحلى من كده. بص مشروم. يلا بينا، بسم الله بسم الله. خرابي كده بقى يا باشا. بص اضرب لك شوربه حلوه، تنزل التراويح ترجع تاكل، مفيش احلى من كده والله.